والله احنا عندنا 13 كوري واثنين مصريين، ده المصابين. دول المصابين. 13 كوري في مستشفى الشرم الدولي، في 7 كوريين وواحد مصري، وفي نويبع في 6 كوريين. في مستشفى شرم كام يا فندم؟ 7؟ انا بتكلم في نويبع حالا. في الشرم الدولي 7. 7 7 كوريين وواحد مصري. وفي نويبع 6 كوريين. وفي طابة واحد مصري. طيب والوفيات؟ 3 جثث واشلاء. يعني احنا بنتكلم برضو جنسياتهم ايه يا فندم؟ ولا لسه ما؟ لا لسه، لا في الجثث فيهم واحد مصري. واحد مصري. 3 جثث واشلاء. هل الاشلاء دي يعني ممكن يكون في اكتر من حاله؟ ما اقدرش احدد بقى هم واحد هم اثنين، الطب الشرعي اللي بيحدد الكلام ده. يعني اعداد الوفيات كده احنا لسه منتظرين الطب الشرعي يقول لنا عشان الاشلاء. 3 واشلاء. والثلاثه منهم واحد مصري. والاشلاء الطب الشرعي هو اللي يحدد، ما تقدروش تجزموا يعني يا فندم بالرقم؟ ما اقدرش اجزم 1 أو 2، ما اقدرش اجزم يعني اكد حاجه يعني. طيب بالنسبه لحالات الاصابات دكتور يعني ايه وضعهم؟ الاصابات عباره عن كسور مضاعفه وشظايا في اماكن متفرقه من اجسام المصابين يعني. يعني في حالات صعبه، حالات خطيره. في 6 مصابين هنا، كلهم عباره عن شظايا في الساقين، معظمهم يعني شظايا في الساقين، وحالتهم مستقره الحمد لله يعني ما فيش حالات تستدعي النقل مثلا للقاهره لاي مستشفيات ثانيه؟ ان شاء الله ربنا ما يمرشي، وان شاء الله احنا مصريين قادرين عليها وربنا معانا ان شاء الله. يا رب يا فندم. طيب ضد الارهاب الاسود اللي احنا فيه. امين يا رب العالمين. دكتور محمد، هل الجانب الاسرائيلي هل فعلا طلب انه يتم نقل المصابين عندهم؟ يا ستي ما يصحش نقول الكلام ده، لان احنا مصريين وقادرين يا ستي. ما حدش لا عرض ولا حلف. الموضوع يصح ولا ما يصحش؟ هو دلوقتي هل هم طلبوا وانت اعترضتوا على الكلام ده؟ ما حدش طلب مني. بس ما يصحش الكلام ده، احنا ما احناش اقل من اي دوله في العالم كله. مش طبعا بالتاكيد ما يصحش. يعني حضرتك ما فيش حد طلب منك اي يعني؟ لا 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 لا. طيب. ووزاره الصحه معانا واحنا مع بعض كمصريين وقادرين ان شاء الله بشتى العالم كله. احنا شغالين والامور وهم الناس تشهد على الكلام ده. ما هو يا دكتور محمد معلش اعذرنا، ما هو في اخبار طالعه عماله تقول الكلام ده وتقول ان فعلا في مصابين اتنقلوا هناك. الاول طلع ان هم طلبوا، اسرائيل طلبت، وبعد كده في كلام تاني لا ده في مصابين راحوا. لا يا ستي، لا مصابين راحوا، والمصابين هم المصابين من ساعه الاصابات، ما فيش حاجه. هو ده اللي كنا عايزين نتاكد منه. من ساعه الوفاه هي الوفيات. ما فيش حاجه اتغيرت. طيب حضرتك مطمن بقى بالنسبه لوضع المستشفيات سواء في شرم الدولي او في نويبع؟ يعني المستلزمات موجوده، الوضع تمام؟ محتاجين اي الدواء موجود، اطباء موجودين. طيب الحمد لله. شكرا دكتور محمد لاشين وكيل وزاره الصحه في جنوب سيناء. نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في المتابعه.